واخيرا وليس اخرا خللنا سمك. عايزه اقول لكم ان انا فاتني نص عمري لما ما خللت السمك في العيد. طبعا اكلته عند امي وكمان اخويا جاب لي كده من بره، بس حرفيا ما شبعت زي ما اكون عاملاه في البيت. بصراحه كده بيبقى كميته كتيره وصبح وليل بطلع وباكل كده، بيبقى ملحه مظبوط جدا وطعمه عايزه اقولك فوق الخيال. يلا هندخل على احلى وصفه للفسيخ والملوحه، سواء بقى سردينه او بوري كبير او صغير. يلا هنعمله كده بمنتهى البساطة ومقادير مظبوطة. عايزة اقولك طعمه في حتة تانية خالص. متنسيش تحطي اللايك وتصلي على رسول الله. انا هنا جبت 2 كيلو من البوري، انا مش جايباه كبير قوي، انا جايباه وسط على قد. طبعا هو مش بيقعد، هو ما شاء الله اللهم بارك بيتاكل على طول مش بيقعد. جبته هنا وشطفته، ولازم تتأكدي من حاجتين لما بتجيبي البوري، ان الراس بتاعته بتبقى عريضة من فوق، وده بيبقى بوري اصلي مش الدبارة. تاني حاجة لازم تجيبيه طازة كده وبيلمع، القشرة بتاعته بتلمع والخياشيم بتاعته كلها دم من جوه. وحاولي كده ما يضحكش عليكي، ما يبقاش بايت معاكي عشان هيبوظ معاكي اي وصفة هتعمليها في الملوحة. حتى لو كانت طريقتك صح ومقاديرك صح والدنيا كويسة، بس للأسف هيطلع معاكي زفر كده وطعمه مش حلو، واللحم بتاعه بيبقى مهري قوي ومش بيتاخدي اللون الوردي بتاع اي بوري بتخلليه. جبته كده تحت الحنفية، نزلته على طول في مصفى تكون كويسة كده علشان تلم اي قشور بتنزل منه، ما تنزلش معاكي في الحوض، ما تسدش الحوض. زي ما انتي شايفة بعد ما شطفته، حتى بعد ما اتشطف شايفة اللون الوردي بتاعه اللهم بارك صابح حرفيا من البحر علينا على طول. شطفته كده كويس جدا، ولازم تشغلي المية في الخياشيم بتاعته علشان ما يبقاش فيها اي دموم ولا اي حاجة، وبصباعك كده حاولي تهزي كده الخياشيم عشان لو فيها اي دموم متجمدة تطلعيها. بعد طبعا ما خلصت الكمية وقفتها كده زي ما انتي شايفة في طبق، وهنقلها طبعا في مصفى تكون تنزل اي دموم او ميه متراكمه فيها بالمقلوب زي ما انتي شايفه. او لو حابه ان هو يكون اكبر من كده، علقيه في اي خيط ولا اي حاجه وحطيه على رخامه المطبخ، وحطي تحته اي حاجه علشان لو في اي دموم ولا اي ميه نزلت ما تبهدلكيش الدنيا ولا يبقى في زفاره في المطبخ. ركنته كده شوية على المطبخ يتصفى، وهبتدي اعمل السردينة. دي سردينة بلدي يا جماعة، مش بتاخد وقت في التخليل، يعني 3 او 4 ايام بالظبط، وبتاكلي منها مش بتاخد معاكي وقت خالص. عايزة اقولك طعمها تحفة، واللحم بتاعها دايب وبيتفتح كده بيبقى وردي وطعمه خطير. السردينة البلدي بيبقى فيها قطع صفرة كده زي ما انتوا شايفين من الجناب، وانا كمان جايباها ما شاء الله طازة. شايفة الخياشيم بتاعها وردي خالص، غسلتها بنفس الطريقة وخليتها تتصفى. بعد ما بتعملي الخطوة دي وتحسي خلاص بقى ابتدت تقل المية بتاعته اللي بتنزل منه وقت التصفية، بتمسحيه كده بمناديل مطبخ زي ما انتي شايفة، سواء من بره في الخيشومة او في الخيشومة من جوه، بتطلعي اي دموم فيه وبتفرديه على صينية مش اقل من 4 ساعات. لازم الخطوة دي، وقبل ما تفرديه بتمسجيه كده زي ما انتي شايفة، بالذات القطعة اللي عند الديل علشان هي دي يعتبر اساس التخليل بتاعه. دي الكمية بتاعت السردينة، انا جبت 2 كيلو بوري 2 كيلو سردينة. هقول لكم المقادير بتاعتهم ايه. زي ما انتي شايفة كده برضو بتبقى مبلولة، ولو هو بايت او حاجة زي كده مش هيطلع الدموم الحمرا دي، لا هيبقى معاكي اسود من جوه الخيشومة بتاعته. وحتى لما بتحطي المنديل فيه مش بيطلع الدم احمر زي ما انتي شايفة، بيطلع اسود ومش حلو. ركنته طبعا يتصفى وفردته على صينية، وفتحت عليه المروحة 4 ساعات بالظبط، وهبتدي اعمل التوابل بتاعته. كيس من الملح، ده وزنه 250 ملي او 250 جرام عفوا، ونزلت عليه بمعلقة كبيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من الشطة. انا مش حابة اللون يبقى مصفر قوي، انا عايزاه كده مظبوط عشان عايزة اللحم من جوه يبقى ابيض ووردي بعد السوا. وكمان ما حطيتش شطة كتير، لان الشطة في اوقات كتير قوي معايا بالنسبة لي انا بتهري السمكية من جوه وبتخليها دايبة كده، ولازم تفتحي عليها بدري. انا عايزه اديله الميعاد المظبوط. ابتديت كده اجيب العلبه اللي هخللها فيها، وجبت كيس يكون كبير حجمه كويس كده وكبير،
وهبتدي بقى اجيب سمكية سمكية من البوري ده بعد ما عدى عليه 4 ساعات تحت المروحة. حتى زي ما انتي واخده بالك القشر بتاعه ابتدى يقشر وينشف من بره، والخياشيم بتاعته ابتدت تنشف من جوه. وبعد ما بتسيبيه تحت المروحة ال4 ساعات بتمسكي منديل برضو وتحاولي تشيلي اي ميه او دموم فيه من جوه. ما شاء الله حتى بعد ال4 ساعات وبعد ما حطيته تحت المروحه زي ما انتي شايفه كده الخيشومه بتاعته حمراء قوي قوي، وده بيدل ان السمك بتاعي طازه مش بايت وما شاء الله صابح وحلو. طبعا هتبتدي بقى تاخدي من الخلطة اللي احنا عملناها نص معلقة كبيرة، يعني السمكة بتاخد معلقة صغيرة مليانة من الملح في الخيشومة من جوه، وتضغطي عليها كويس جدا تدخليها جوه الخيشومة وتقلبيها كده. لو نزل منها ملح بتاخدي الملح بتدعكي بيه او بتمسجي بيه السمكية من بره. بعد ما بتخلصي الكمية كلها ولازم تحاولي تضغطي على الديل بتاعه، بعد ما بتخلصي كل سمكية بتضغطي على الديل بتاعها عشان تتأكدي ان هي طرية كده، وهتسحب معاه الملح من الخيشومة للديل. الحركة دي بتضمن لك ان السمك يبقى فوق زي تحت واخد نفس التحديقة بتاعته ومتخلل مظبوط. بعد ما خلصت الكمية كلها ابتديت اربط الكيس كويس قوي قوي واخرج منه اي هوا، وكمان امسك الاسترتش راب والفه بقى اكفنه. عارفين يعني ايه تكفين؟ بتحاولي كده تجيبي الاسترتش راب وتقفليه من كل ناحيه وبتضغطي عليه ضغطه كده وانتي بتلفي عليه الاسترتش بحيث ان انتي تطلعي اي نسبه هواء موجوده فيه. نسيت اقولك ان قبل ما تعملي الخطوه دي لازم تحطي 3-4 معالق من تحت في الكيس في القاع و3-4 معالق ملح من فوق بالخلطه اللي احنا عملناها علشان خاطر تديله التخليله التمام. وفي نفس الوقت ما تقلقيش الملح اللي بتحطيه من بره ده مش هيحدق معاكي السمك، علشان هقولك الميعاد المظبوط اللي تفتحيه فيه. ولازم لما ولازم لما ترصيه ما ترصهوش الراس جنب الراس والديل جنب الديل، لا اعمليه عكس عكاس علشان خاطر يديكي نتيجة كويسة جدا ويتخلل معاكي في وقت قصير. حطيه بقى في العلبة بتاعتك ومن وقت للتاني يبقى اقلبيه كده زي ما انت شايفة، يعني كل يوم تفتحي العلبة تروحي قلبة الكيس وتقفليها تاني، ما تقلقيش مش هيخش له اي هوا. نبتدي بقى نعمل السردينة بنفس الطريقة، شوية ملح من تحت برضو في الكيس جوه علبة، وتبتدي ترصي السمك السردين بتاعك بعد طبعا ما تتأكدي ان هو اخد وقته في الهوا ونشف تماما من بره ونشفتي كمان الخياشيم بتاعته من جوه. شوية ملح من تحت وكمان تبتدي ترصيه بنفس الطريقة عكس عكاس ما بين الطبقة والتانية شوية ملح كويسين، يعني خدي معلقتين كده من الملح ما بين الطبقة والتانية ورصي السمك بتاعك زي ما انتي شايفة. اقفلي الكيس من جوه كويس وكمان من بره تحطي ما بين الغطا والعلبة كيس علشان خاطر ما تدخلش هوا، ما يتفتحش عليه قبل 4 ايام من ميعاد تخليله. عاوزه اقولك ان لو حصلت اي حاجه ما تفتحيش عليه ابدا، لا يدخل له هوا ويدود منك زي ما حصل معايا. استنوني في فيديو جديد قبل شم النسيم عشان تشوفوا النتيجه. سيبكم في حفظ الله والسلام عليكم.